هاي يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات. تعالوا النهارده مع بعض نعمل حاجه سريعه كده علشان نرطب رجلينا ودايما يبقى لونها وردي من غير ما نعمل اي مجهود. طبعا معانا اول حاجه وديت الحاجه الاساسيه، طبعا اكيد الطبق الفاضي، طبعا مش محتاجه، بس يفضل ان الطبق نكون احنا بنستخدمه في الوصفات علشان مكان الكريمات والحاجات ديت بيبقى دايما مزحلق. فده طبعا الكريم بتاع الوصفات. واساسي طبعا معانا البنسينول. انا التعويره اللي في ايدي ديت ما بتروحش خالص، يعني هي ما بتلحقش تخف. بنسينول. طبعا ليه بنسينول؟ لانه روعه، هو مرطب حلو قوي للجلد، بس طبعا ما ينفعش ان احنا نستخدمه على طول لانه فيه مضاد حيوي. يعني احنا لو لاحظنا هنلاقي مكتوب عليه 2%، فعشان كده مش بنفضل نستخدمه على الوش نهائي. لكن طبعا الرجل والايد والحاجات ديت عادي، بس مش باستمرار علشان ممكن كترها يعمل لنا يعني يسمر الجلد. فطبعا الحاجه الاساسيه هنا معانا بنسينول او بيبنسن، يعني يا ده يا ده. وطبعا اللي باكله اكل كده يعني بموت فيه هو الكرباميد. الكرباميد طبعا يعني هو رخيص جدا طبعا من الصيدليه، يعني كلنا اكيد عارفينه. دوت لوحده ممكن نستخدمه لتشققات الرجل، روعه. يعني لو كل يوم حطيناه على رجلينا، على كعب رجلينا قبل ما ننام، مش هنلاقي اي تشققات خالص، هتبقى رجلينا ناعمه زي البيبي بالظبط. وفي الشتاء ممكن نلبس الشراب عليه، وده طبعا يفضل. ليه يفضل؟ علشان لما بنلبس الشراب الجسم او الجلد بيعرق، تمام، فبيمتص اسرع الكريمات. عشان كده لما بنيجي نعمل اي وصفه سواء كان للترطيب الجسم او اي حاجه من الحاجات ديت، بنقول دايما ان احنا بعد الشاور. ليه بعد الشاور؟ عشان الجسم بيبقى مفتح المسام ومندي، فعشان كده بنقول طبعا يفضل ان احنا نلبس كريم. بس طبعا في الجو دوت عادي جدا ان احنا نحطه كده. فاساسي معانا البيبنسن او البنسينول والكرباميد. ومعانا ايه تاني؟ جليسوليد. طبعا جليسوليد حلو جدا جدا، بس طبعا هو رخم جدا في الفرد بتاعه، يعني رخم، يعني مش سهل ان احنا نفرده على طبقه الجلد. فهو حلو طبعا للتشققات، بس رخم زي ما قلت لكم في الفرد. فاحنا هندخله في الوصفه ديت يعني على اساس ان هو يدي ترطيب اكتر، وطبعا باين من ملمسه ان هو رخم وقوي يعني. فطبعا ما ينفعش نحط الحاجات ديت على وشنا نهائي. ومعانا ايه تاني؟ ومعانا الفازلين. طبعا اي نوع فازلين عندنا مش هتفرق خالص، هنستخدم الفازلين. طبعا الفازلين برضو لوحده حلو جدا جدا لترطيب والنعومه وكل الحاجات ديت، بس برضو هو لوحده كده تحسوا ان هو مش سريع الامتصاص، فعشان كده احنا هندخله في الوصفه، تمام. وعندنا ايه تاني؟ عندنا الكريم دوت، انا كنت جايباه طبعا بتاع كعب الغزال، اللي هو يعني دم الغزال. يعني انا بحب دوت. ليه؟ هو طبعا ما بيرطبش يعني لان هو خفيف قوي، بس اللون بتاعه حلو. ليه؟ لان انا لما بحط مثلا الباودر بتاعه دم الغزال ساعات ممكن تزيد من معايا، يعني ممكن سنه واحده تلاقي اللون بقى احمر، فبيبقى شكله بلدي جدا، مش بيدي اللون الطبيعي اللي هو بتاع كعب الرجل. فعشان كده انا بحب دوت لانه اللون بتاعه طبيعي اهو. على فكره دوت كان بمبلغ اهبل قوي، يعني انا مش فاكره، كان 20 جنيه تقريبا حاجه كده. فمهما ندعك فيه هنلاقي ان هيدينا في الاخر النتيجه اللون البينك مش اللون الاحمر. فطبعا الطبق بتاعنا هنحط فيه ايه؟ اول حاجه هنحط البنسينول. طبعا هي كلها بتبقى يعني بالنظر كده، يعني ملهاش مقادير معينه. هنحط شويه كده، ممكن انتوا تجربوا كميه صغيره، ولو لقيتوا فعلا النتيجه مرضيه بالنسبه ليكم ترجعوا تكتروا. وهنحط طبعا الكرب. طبعا يعني هو خلاص يعني بيقول لي ارحميني، بس انا مش هرحمك وهطلعك لاخر نقطه اهو. طبعا عايز ان احنا نستخدمها على ايدينا او اي مكان في الجسم، مش هيقول لا، بس طبعا نبعد عن الوش خالص. خلاص كده. وهنجيب الجليسوليد، هناخد منه مثلا شويه برضو كده. بصوا رخم يعني في كل حاجه. هناخد منه شويه كده
وهنحطها. تحطي بصوا اول يعني وقع على حرف الطبق لزق. وهنحط شويه من الفازلين. طبعا الكميه ديت على فكره كبيره جدا لان احنا هناخد منها نقطه، يعني احنا مش هنحط بكميه كبيره زي ما انتوا متخيلين. وهنحط في الاخر الكريم بتاع دم الغزال. نحط برده كده، خلي بالنا هو مش هيدينا اللون الاحمر علشان يعني ما نخافش. تمام. طبعا احنا لو جينا قلبنا كل المهرجانات دي هنحس ان هي تقيله ورخمه. طب احنا عايزين نفكها سنه صغننه، ممكن نعمل ايه تفتكروا؟ المنقذ في الازمات اللي زي ديت علشان تبقى، واحنا عادي لو دمجنا شويه هو مكان ما هيسخن هنلاقيه ان هو بقى ملتت كده معانا، مش محتاج ولا زيت ولا اي حاجه. النقطه اللي وقعت، هو اصلا انا بحب زيت جونسون جدا اهو. وهنفضل ندمج كده، شايفين ان بقى لونه وردي. وعلى فكره انا ممكن ازود كمان نقطه الكريم اللي هو بتاع دم الغزال، فانتوا ايه رايكم؟ ازود ولا خليني كده؟ لا خليني كده علشان يبقى اللون الطبيعي بتاع رجلينا، ما يبقاش اللون المفتعل. يعني انا اسفه في اللي هقوله، انا لما بشوف بنت لابسه سليبر وكعب رجليها احمر يعني بقول عليها ان هي بيئه جدا، لان دوت اللون الطبيعي بتاع الرجل ان هو يبقى لونه بينك، ما هواش لونه احمر فاقع اهو. بس كده. خدت مننا وقت قد ايه؟ ولا 4 دقايق على بعض. طيب احنا كده خلصناها اهي. لازم نشيلها في حاجه مقفوله علشان ما تنشفش مننا. اي كريم عندك العلبه بتاعته فاضيه ما ترموش، خليه عشان هتستخدميه في حاجات تانية. طبعا ده مش كريم، دوت معجون سنان. هو بصراحه روعه اختراع يعني بمناسبه الفيديو، ومش غالي جدا، من الصيدليه. هو مكتوب عليه سموكرز دوت على اساس ان هو للناس المدخنه. بيشيل التصبغات بتاعت لو حد بيدخن، بيشيل التصبغات بتاعت الشاي والقهوه، وهو فعلا بيشيلها في وقتها. بس يفضل ان احنا نستخدمه 2 مرات في الاسبوع كحد اقصى. تمام. لان هو قوي جدا، فجربوه مش هتندموا. انا دوت كان عندي خلص اهي، وخلصتها خالص، والعلبه فاضيه، غسلتها ونشفتها والدنيا تمام. هحط فيها ده وهخليها جنبي على الكومود، او احطها في التويلت قبل ما انام، احط منها وبس كده. تعالوا كده نجرب كده اللون لو حطيناه على ايدينا ايه اللي هيحصل. بصوا شايفين بقى سريع الامتصاص، غير لما استخدم جليسوليد لوحده او فازلين لوحده. او شايفين اكيد في شايفين يعني اللون مدي بينك فاتح خالص. لو انتوا طبعا مش عايزين البينك الفاتح قوي دوت، عادي ممكن تزودوا الكريم دوت، او ممكن تحطوا اكسترا نقطه دم غزال، او يعني تنتوفه كده على طرف المعلقه. وكل يوم كل يوم كل يوم قبل ما ننام نحط على ايدينا، تمام، ونحط على كعب رجلينا، ونحط على ركبتنا والكوع كمان، لان ديت اكتر الاماكن اللي بتبقى ناشفه في الجسم. وبس كده. ما نحطوش في اي مكان تاني، ما ينفعش ان احنا نستخدمه في اي مكان تاني. ليه؟ لان طبعا البنسينول زي ما انا قلت لكم فيه مضاد حيوي اللي هو 2%. تاني حاجه الكارباميد ما ينفعش ان هو يتحط على مكان حساس زي ده. وما ينفعش الجلد يتشرب الحاجات ديت كلها، فاهمني؟ علشان ما يسببش نتيجه احنا مش عايزينها. وبس كده. هنخليه بقى معانا، نحط دول كده اهو. طبعا ريحته روعه. وهنغطيه كده وبس كده. هنخليه جنبينا في اي مكان قريب لينا، ودايما باستمرار نحطه. توحشوني قوي قوي لحد الفيديو الجاي، وباي باي.